ويا صباح الفل والهنا. فكرة النهاردة: ازاي تحبي بيتك يحبك. والله لو حبيتي بيتك فعلا كل ركن في بيتك هيحبك. احنا الستات عارفين قيمة نفسنا وعارفين احنا نقدر نعمل ايه، والله لو حطينا حاجة في دماغنا هنعملها، يعني هنعملها. تفكري كده بينك وبين نفسك، مفيش كده موضوع او حاجة انت عايز تعمليها وركزت فيها ولا ربنا عانك وعملتيها؟ ما هو احنا كده كستات لما بنفكر في حاجة ونرتب لها وعايزينها تتم هتتم ان شاء الله. عايزين بقى نركز على الحاجات المفيدة اللي تفيد بيتنا وعيالنا وازواجنا. فاكرين كده القصة اللي كانوا بيحكوها لنا زمان؟ ان واحدة راحت للشيخ وقالت له ان هي عايزة تتطلق. قال لها طيب انا هطلقك بس بشرط هاتيلي شعرة من اسد. فبعد يومين 3 رجعت له بالشعرة. قال لها ايه ده، هو انت جبت شعرة اسد؟ قالت له اه. قال لها طب قولي لي عملت كده ازاي؟ قالت له ما فيش. اول يوم وقفت جنبه كده وحطيت له اكل، تاني يوم برضه حطيت له اكل، تالت يوم رحت حطيت ايدي كده على شعره وقعدت كده الطفه، بعد كده جبت لك الشعرايه منه بسهوله. قال لها يعني انت عملت كل ده للاسد ومش عارفه تعملي لزوجك كده؟ سبحان الله، مش عارفه كان الموضوع ده حقيقي ولا لا، بس كنت بسمعها زمان يعني. فسبحان الله احنا كده كستات لما نحط في دماغنا حاجه مستحيل نرجع عنها. فايه رأيكم نوجه الطاقة دي لمكانها الصح؟ نوجهها كده في حب بيتنا وحب أولادنا وحب النعم اللي ربنا نعمها علينا، ونبص لحياتنا كده بشكل مختلف وشكل إيجابي. حتى الحاجة الصعبة نحولها لحاجة كويسة، حتى الابتلاء برضو نقول الحمد لله ونحوله لطريقة حلوة. فيلا كده من النهاردة نينو كده نحب بيتنا ونجدد العهد مرة تانية عشان نحسن من العلاقة دي. النهاردة معايا انه بنية كده حب كل حاجة في بيتك، كل ركن في البيت، كل تفصيلة في بيتك مهما كانت قديمة او مكركبة حبها كده على حالها، واحنا هنظبط والله كل حاجة. بيتك مش الاشخاص اللي اذيتك، بيتك مش جوزك اللي مأهملك ومش مقدر تعبك، وبيتك مش كركبة ولادك ولا الفوضى اللي هم عاملينها لك دلوقتي. بس البيت ده فيه حاجات كتيرة قوي، فيها مشاعر وذكريات ومواقف، وفيها المواقف بتاعت اول مرة اللي هي المواقف اللي انت لسه فيها عروسة، وفيها مواقف اللي انت ولدت فيها ولادك واول مرة كانوا يمشوا واول مرة كنت تأكليهم. فيها ذكريات كتيرة حلوة، وفيها مواقف مرة اخش المطبخ عشان اول مرة يعني اخش المطبخ اعمل فيها اكل لزوجي، مرة يطلع حلو ومرة كانت تطلع وحشة. فيها مواقف كتيرة حلوة وذكريات كتيرة جميلة. راجعي كده الحاجات الحلوة كده تاني وافتكري بيها، يعني فكري نفسك بيها. هتلاقيكي رجعتي تاني لذكرياتك الجميلة، وهتلاقيكي انت عايزة تحسني تاني من علاقتك ببيتك بولادك بزوجك. افتكري كده لما انت كنت في بيت باباكي كنت بتقولي لما هتجوز هبقى اشطر ست في الدنيا، هبقى اشطر ام واحن ام. انا لما اتجوز هبقى نظيفة في بيتي وهبقى مهتمية بكل ركن فيه وهخلي بيتي جنة. تاني حاجة لازم تحبي شغل بيتك. شغل بيتك ده مش أعباء، ده نعم. يعني الحوض اللي مش بيفضل اللي احنا طول النهار بنقعد نشتكي منه، ده نعمة من نعم ربنا علينا. وطبيخك كل يوم دي نعمة، وانت بتنضفي الشقة برضو نعمة ان في الحمد لله عندنا اولاد بيكركبوا، والحمد لله ان انا بيبقى عندي صحة ان انا اقدر انضف بيتي وان انا اقدر اقوم من غير ما احتاج لحد. فيلا بينا نبدأ كده ننضف بيتنا بحب وسعادة، ونحمد ربنا على النعم اللي احنا فيها اللي فيه غيرنا محروم منه. يعني كركبة ولادك نعمة، حوض المواعين اللي مش بيفضى برضو نعمة، وحيرتنا بتاعت كل يوم هناكل ايه برضو دي نعمة. تالت حاجة لازم تعرف شغل بيتك ده راحة نفسية. طب تعرفي ان شغل البيت وترتيبه له فوائد نفسية عظيمة جدا؟ انا مش عارفة انتوا عارفينها ولا لا، بس عايزة اقولكم التنظيفات اللي احنا بنعملها كل يوم بتساعدنا على تحسين المود بتاعنا، يعني بتقلل التوتر بتقلل العصبية، تحسي انت مستريحة نفسيا طول ما بيتك نضيف وبيلمع قدام منك، صح ولا لا؟ طب انا اقول لكم على حاجة: تعرفي ان اطباقك وكوباياتك اللي انت بتغسليهم عارفينك وعارفين لمستك وبيتخانقوا على الحوض مين اللي هيتغسل الاول؟ طب انت عارفة لو ركزتي بس شوية كده صغيرين وانت بتغسلي كده المواعين او بتعملي اللي ورا منك كده والمية نازلة على ايدك وشم ريحة الصابون والنظافة كده والانتعاش،
طب بذمتك مش بتحسي براحة نفسية قد ايه؟ انت بتبقي مبسوطة وسعيدة ان انت خلصتي اللي ورا منك، ويبقى مطبخك نضيف وزي الفل. مش بتبقي نايمة كده مبسوطة وقايمة كده الصبحية مفيش ورا منك حاجة، مش عندك ضغوطات غير اللي بتبقى سايبة المواعين مكومة؟ الحاجات دي مش بتخفف كده توترك وبتحسسك كده بالسعادة والرضا والراحة؟ يعني هي كلها بتبقى حاجات بسيطة، ولكن احنا ما بنبقاش عارفين ننظم وقتنا ازاي. يعني مثلا لو انت كل يوم نظفت درج من الادراج بتاعة المطبخ، او مثلا درج من ادراج الاوضه بتاعتك، او رف مثلا من الهدوم اللي في الدولاب بتاعك، وكل يوم بتزودي ضرفة زيادة، يعني مثلا النهاردة ضرفة، النهاردة تاني يوم ضرفتين، هتحسي كده بعد 3 أيام كده ولا 4 أيام تحسي ان الدنيا معاكي كده بقت تحت السيطرة وخلاص، وانت بدأت تلمي الدنيا وعارفة انت بتعملي ايه، وعارفة بيتك ماشي ازاي ونظامه ماشي ازاي، وتبقى حاسة ان انت خلاص انجزتي وعملت حاجات كتيرة في قلب البيت، من غير ما تضغطي نفسك، من غير ما تحسي نفسك ده عبء عليكي. الحاجات اصلا نفسها لما تفكري فيها ان هي عبء، حتى لو حاجة بسيطة، بتحسي نفسك ان هي ايه، جبل قدام منك ولسه هو ما عاملها كلمة هي دي اصلا بتركب الواحد كسل وعجز. لكن لا، المهم ان احنا ما نستسلمش لاحساسنا، وما نستسلمش ان احنا لا مش هنقدر نعملها، لا هنقدر. احنا كستات نقدر نعمل كل حاجة واي حاجة في الدنيا. انت بقى احساسك ايه لما بتحسي كده ان البيت خلاص بيبقى نظيف، وانت مسيطرة على البيت ونظافته وعارفة كل حاجة في مكانها ازاي؟ انت ما تبقيش حاسة بالراحة النفسية؟ مين فينا ما بتحسش كده بالراحة بعد ما بتخلص شغل بيتها؟ مش بتحسي ان انت قد ايه سعيدة ومرتاحة وهي شايفة كل حاجة منظمة وبيتها بيلمع زي الفل قدام منها؟ وريحة البيت قد ايه جميلة؟ تعرفي ان الاحساس ده اصلا كفيل ينسيك اي تعب انت بتتعبيه؟ طب الكلام ده مش صح؟ طب مش انت بتعملي تنظيفة العيد اللي بيتهد حيلنا فيها لحد يوم الوقفة، وبنبقى قلبين الشقة كلها وبنخلي كل حتة في كل حاجة في مكان مختلف، مع ان على فكرة دي اكبر غلط احنا بنعمله وما زال برضه بنعمله. يعني احنا مش المفروض نكوم كل ده مرة واحدة، بتيجي انت بقى يوم الوقفة بتبقي خلصانة اصلا، بتبقي انت هلكانة من كتر التعب، يبقى كل حتة في جسمنا بتصرخ من كتر الوجع، وبنبقى مقضيين العيد كل نوم من كتر التعب اللي احنا بنبقى هلكانينه اخر اسبوع في العيد، او اخر اسبوع في رمضان. ده بيبقى قد ايه احنا بنبقى هلكانين وتعبانين. بس كل ده يهون سعيد كده وقت ما تلاقي ان بيتك خلاص فرشتيه ولحظة رش المعطر، ده حاجة في قمة الراحة والجمال. انت خلاص كده تعبك كله انت مش حاسة يعني قد ايه انت تعبتي، لمجرد بس ما شفتك كده للشقة ان هي مترتبة والدولاب متنظم والدنيا تمام والمطبخ زي الفل والغسيل مغسول ومنشور، يا سلام. ده قد ايه احنا بنبقى في قمة سعادتنا. ها، ده مش بيبقى اثبات ان انت لما بتعملي حاجة البيت بحب كده وشغف، ده مش بيعطيك السعادة وراحة نفسية قد ايه؟ طب اثبتلك كمان، تعرفي اكتر اكلة انت بتعمليها اللي هي بتبقى صعبة وبتاخد منك وقت طويل واولادك وزوجك بيحبها؟ ممكن احنا يعني بنفضل واقفين طول اليوم على رجلينا وبنفضل نعملهم في الاكلة دي. يعني ما زي مثلا المحشي، انا واحده من الناس لما باجي اعمل محشي بعمل جميع المحاشي. طب انا ليه بعمل في نفسي كده؟ عشان ولادي وزوجي بيحبوه. فتلاقيني اعمل كرنب وورق عنب وفلفل وبتنجان وكوسه، واللي هو بص ببقى واقفه طول اليوم على رجليا، فعلا حرفيا ببقى واقفه طول اليوم على رجلي، وبنقوم ظهرنا يعني مقطوم نصين من كتر لف المحشي. كفايه ورق العنب بس ده لوحده. بس بمجرد ما الاكل كده بيتحط على النار واشم ريحه الاكل كده واشوف فرحه كده ولادي، الله النهارده ماما محشي، ريحه المحشي جميل، ريحه الاكله حلوه، ده في حد ذاته بينسيني التعب اللي انا ببقى تعباه. طب بذمتك انت ما تبقيش انت حاسه ان انت بتبقي سعيده قد ايه ومبسوطه لما تلاقي زوجك يقولك كلمه حلوه على طبخه انت عاملاها، او مشروب انت عملته له، او حاجه هو يكون بيحبها وانت تعبتي فعلا فيها، سواء بقى كنت بتنظفي بيت، سواء كنت بتعملي اكله حلوه يكون هو بيحبها، وانت فعلا بجد بتبقي تعبانه، ومجرد كلمه حلوه كده اللي هو تسلم ايدك، الاكل النهارده جميل قوي، يعني اي كلمه كده حلوه بتتقالك، انت مش بتنسي التعب اصلا اللي انت تعبتيه؟ والله احنا كستات بجد احنا بنبقى غلابة جدا، يعني بصي احنا بنبقى تعبانين قد ايه، بمجرد كلمة حلوة خلاص احنا بننسى تعبنا ومستعدين وبنعمل كل حاجة تاني هم عايزينها في نفس التوقيت. والله كمان احنا كستات كل حاجة احنا بنعملها حلوة، ربنا خلقنا عشان نعمل كل حاجة بتبقى جميلة.
وتعالوا بقى واحنا بنعمل شغل البيت كمان نكسب ثواب. عايزاكي كده وانت بتشتغلي في بيتك خدي الثواب وعددي النوايا. النوايا دي هي تجارة العلماء، الناس الشاطرة هي اللي بتعمل عمل واحد بس وبتحط له النوايا كتير وبتاخد جزاء على كل النوايا. خليكي كده ست ذكية واعية، انت كده كده بتشتغلي شغل البيت، وكده كده بتطبخي، وكده كده بتروقي، وكده كده بتعملي كل الحاجات اللي مطلوبة منك في قلب البيت. فايه رأيكم نحتسب كل الحاجات اللي احنا بنعملها كده في قلب البيت لوجه الله؟ طب يعني ايه احتسب؟ يعني اخلاص النية لوجه الله. يعني بالبلدي كده احنا مش عايزين تقدير من بشر، انا تجارتي مع الله. يعني كده وانت بتطبخي ان انا ادخل السرور والسعادة على قلب ولادي وقلب زوجي. ويا ريت كمان لو تقدري توفري طبق كده من الاكل اللي انت بتعمليه، تهدي بيه جارتك، تهدي بيه حد يكون انت عارفة ان هي محتاجة وتعمليه، دي برضو ثواب كبير جدا عند ربنا. ده اجر اطعام. وكمان وانت بتعملي الاكل لزوجك وولادك اعملي برضو بنية اجر اطعام. يعني المقصود من كلامي ان انت كده كده هتطبخي، فانت وانت كده بتطبخي انت خلاص كده كده بتطبخي اصلا، فخلاص اخد بقى الثواب اللي انا بنية ان انا زي ما قلت لك اجر اطعام حد مقرب ليكي، اجر اطعام حد مثلا انت عارفه ان هي بتربي ايتام. يعني هو كل الاصلا الطبق ايه؟ يعني زمان كانوا يقول لك زوات الاكل حبه ميه. يعني مش هيكلفك حاجه، ده بل بالعكس كمان احنا ساعات بيفيض عندنا اكل ويتبقى لتاني يوم والله العظيم، وساعات بشوف الاكل بيبقى مصيره لسلة الزبالة. فطالما انت كده كده مثلا ما بتاكلوش مثلا اكل بايت، انا عملت الاكل اهوت ومتبقي منه طبق، متبقي منه طبقين، اوزعه على حد من حبايبي، اوزعه لحد من جيراني، اوزعه لحد يكون هو فعلا محتاجه ان هي تاكل ولادها، ده ثواب عظيم عند ربنا. كمان واحنا بننظف البيت، انت كده كده برضك بتنظفي بيتك، يعني ده شيء اجباري عليك. طب احنا بقى نحول ده لعبادة. يعني مثلا وانت بتنظفي بيتك ايه نية انت بتنظفي بيتك؟ عشان الملائكة لما تخشوا تبقى فيه ريحة حلوة وريحة طيبة، لان الملائكة بتتأذى منه مما يتأذى منه بني ادم. يعني انت لو ريحة بيتك حلوة الملائكة تخش وتبقى سعيدة جدا ومبسوطة، زيه زي البني ادمين لما بتخش كده البيت بتقولي الله ريحة البيت ده حلوة، ريحة البيت ده تحس كده فيه بالنظافة. كذلك برضو الملائكة بيحبوا يخشوا البيت النظيف اللي ريحته بتبقى متطهرة. يعني زي المساجد كده، يعني ما شاء الله دايما لما تخش اي مسجد بتشم ريحته بتبقى ريحة حلوة قوي. كذلك برضو بيوتنا لازم تكون برضو ريحتها حلوة، احنا مسلمين فلازم بيتنا يكون يعني بيعبر عن نظافة وبنشعر فيه بالراحة والسكينة. يعني برضو احنا كده بنهيئ الجو للعبادة، دي برضو أجر. كمان إتقان العمل، يعني أنا دلوقتي لما بعمل حاجة في قلب بيتي وبتقنها ربنا يحبني. ودايما كده ببقى حاطة في دماغي حديث إن الله جميلا يحب الجمال. كمان لما بتوفري الراحة في قلب البيت كمان نظافة، ده يعني بيدخل السرور كده على قلب جوزك وولادك، بتحسسيهم كده ان البيت فيه استقرار، في امان، في نظافة. ده كفيل لوحده يدخلك السعادة ليكي ولولادك. يعني شغل بيتنا والمهمات اللي احنا بنعملها فيها ده يعني نعمة من نعم ربنا عظيمة علينا، ان كمان ربنا عطينا الصحة والقوة ان احنا نقوم نخدم اولادنا ونراعي طلبات البيت ونشوف طلبات عيالنا ايه وزوجك ايه. ده حاجة الوحيدة كفيلة ان هو ربنا يعطيك القوة اكتر فاكتر. بس انتوا بس يا بنات محتاجين تبصلها بصة مختلفة شوية، بصة كلها ايجابية وامتنان للنعم. يلا انوي نية كده النهاردة كده بنية اصلاح بيتك واصلاح كده حياتك الزوجية لو وقعت منك. يلا انوي كده من دلوقتي اكنك لسه عروسة جديدة اول مرة تخش البيت ده. طب والله فكرة حلوة، ايه رأيك لو كده من النهاردة كده تبدأي تحسي ان انت لسه عروسة جديدة، كأن زوجك تزوجك من جديد، اكنك انت زوجة تانية. هتعملي ايه بقى؟ نفسك يقولك ايه ده، انا مراتي الاولانية ما كانتش بتعمل الكلام ده. شكلك مختلف، تنظيمك للبيت مختلف، ديكوراتك مختلفة، اكلك النهاردة مختلف، مقابلاه بابتسامة وكلمة حلوة. كمان في عين ولادك خليهم يشوفوا ماما تانية غير ماما اللي احنا هم عارفينها اللي على طول بتزعق والهموم على طول راكباها. فخليهم يشوفوك بعين تانية. واتمنى كمان يا بنات تكتبولي كل واحدة فيكم 3 صفات هي حباها في نفسها او حاسة ان هي اتغيرت
بسببها وغيرت حياتها. نشجع بعضينا. انت ممكن يكون عندك مش عندي، ممكن اللي عندي مش عندك، ممكن احنا كلنا نستفاد من بعضينا. وده كان فيديو النهاردة يا بنات، اتمنى يا رب اكون فدتكم لو بحاجة بسيطة. ويلا لو استمعت معايا هنا لحد الفيديو، عايزه اقول لكم انت احسن ناس في الدنيا. يلا بقى ابتدي بقى كده من دلوقتي، وقولوا لي انت هتعملي ايه وغير فيكي ايه اللي انت هتغيريه في حياتك. تقولوا لي عليه كده ونشجع بعض. دمتم في رعاية الله. استنوني الفيديو الجاي.